السلام عليكم متابعي قناة توب 10. تتعدد الفواكه في أشكالها وألوانها، كما أنها تتميز بمذاقها الحلو، ولكن هناك بعض من الفواكه الغريبة التي لم تسمعوا بها من قبل، فهي تتسم بشكلها الغريب ومذاقها الأغرب. وقد جمعنا لكم 10 أنواع من الفواكه التي تعد الأكثر غرابة في العالم. في المرتبة العاشرة، فاكهة رامبوتان. تكثر في جنوب شرق آسيا وخاصة في إندونيسيا. الثمرة مغطاة بقشرة جلدية حمراء أو صفراء مغطاة بشعر شائك. مذاقها حلو حامضي بعض الشيء، ولونها أبيض طري الملمس شبيه بالعنب من حيث المذاق. في المرتبة التاسعة، فاكهة جاكويرا أو جاك فروت. من الفواكه الغريبة الشكل، وهي تعتبر من أكبر الأشجار المثمرة. تتواجد في جنوب وغرب الهند وسريلانكا والفلبين وتايلاند، وتزرع في البرازيل. وفاكهة جاك فروت تشبه فاكهة الأناناس في مذاقها الحلو. في المرتبة الثامنة، باشن فروت. موطنها الأصلي في المكسيك وإندونيسيا وأستراليا والهند. تتميز بقشرتها الناعمة من الداخل، وهي تحتوي على كثير من البذور كالتين الشوكي، لكنها شديدة الحلاوة. لهذه الفاكهة الكثير من الفوائد الطبية والعلاجية. في المرتبة السابعة، فاكهة ليتشي. من الفواكه الغريبة الشكل، وموطنها الأصلي جنوب الصين وجنوب الهند وتايوان، وهي معروفة منذ 2000 عام قبل الميلاد. تتميز بلونها الأحمر وبمذاقها الذي يشبه مذاق العنب. في المرتبة السادسة، فاكهة النجمة. تسمى أيضا كارامبولا. موطنها الأصلي في إندونيسيا وماليزيا وجنوب الصين. تعتبر هذه الفاكهة من الحمضيات. طعمها اللاذع يتراوح بين الذوق الحامض إلى الحلو قليلا، مع مزيج النكهة المعقدة التي تشمل الخوخ والأناناس والليمون. في المرتبة الخامسة، فاكهة مانغوستين. من الفواكه الاستوائية دائمة الخضرة، وهي فاكهة ذات طعم حامض حلو ورائحة عطرة، وتصنف من الحمضيات. موطنها الأصلي إندونيسيا وخاصة جزر الملوك. يعرف عنها بأنها مضادة للسرطان، حيث تحتوي على مواد تمنع نمو الخلايا السرطانية. في المرتبة الرابعة، فاكهة كومكوت. البرتقال الياباني والبرتقال الذهبي. تعتبر من الحمضيات، وموطنها الأصلي في الصين. طعمها يجمع بين الحمضي والحلو، وهي تشبه البرتقال إلا أنها أصغر حجما. ولفاكهة كومكوت كثير من الفوائد الغذائية والصحية، خاصة في الوقاية من مرض السرطان. في المرتبة الثالثة، فاكهة دوريان. تشتهر في إندونيسيا وماليزيا، وتسمى ملكة الفواكه. رائحتها كريهة وأشواكها قاسية، ولكن مذاقها حلو، ولها الكثير من الفوائد الغذائية والصحية. في المرتبة الثانية، فاكهة التنين. بيتايا أو زهرة القمر. موطنها الأصلي أمريكا الوسطى وخاصة في المكسيك، وتعد من أنواع الصبار. سميت بهذا الاسم بسبب شكلها الغريب الذي يشبه شكل التنين، أما مذاقها فهو حلو ويشبه الكمثرى. في المرتبة الأولى، الخيار الإفريقي. هي فاكهة من فصيلة البطيخ، تنمو في صحراء كالهاري في القارة الإفريقية. تحتوي على بذور تشبه بذور الخيار، ومن هنا تمت تسميتها. وللخيار الإفريقي نوعان، أحدهما سام ولون قشرته أخضر، والآخر صالح للأكل ولون قشرته أصفر، وله مذاق يشبه مذاق الرمان. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى أن تضغط زر اشتراك أو سبسكرايب أسفل الفيديو. شكرا لكم لحسن متابعتكم.